زهقت من انك كل شويه تروح موقع يعمل لك البروم وبعدها تروح موقع تاني يعمل لك الصور، ولو عاوز فيديو بقى تفتح 3 أو 4 مواقع؟ طب ايه رأيك لو قلتلك اني جايب لك موقع فيه كل ده في مكان واحد بس، مجاني وغير محدود وبدون اي علامة مائية؟ او نسيت اقول لك كمان، مش لازم تسجل عليه. كوباية شاي جميلة ويلا بينا. بص يا سيدي، خليني اوريك الموضوع عملي مش كلامه بس. كل المشاهد اللي انت شايفها دي مع اختلاف الفكرة والستايل بتاع كل واحد، كلهم معمولين من نفس الموقع وفي ثواني ومن غير ما استخدم اكتر من اداة. تخش الموقع اللي سايبهولك تحت الفيديو وهتلاقي الواجهه بالشكل ده. هتلاقي فوق اكتر من تاب، خش على كل واحده فيهم وهتدعيلي. اهم حاجه عندنا دلوقتي هي الفيو 3.1. هتخش عليه هيظهر لك الصفحه دي، وزي ما انت شايف ما كدبتش عليه، الفيديو والايمج والبرومت. تعال نجرب اي فكره. مثلا عاوزين برومت لروبوت بيشرب قهوه في كافيه وجنبه علبه بن اسمها بن الملح. نضغط جنريت ونستنى طلع لنا البرومت. هنعمل كوبي ليه وهنروح في تاب الايمج ونحط البرومت. نخش هنا في السيتنج، هتلاقي انك ممكن تخلي الفيديو بالعرض او بالطول وعدد الصور اللي انت هتطلعها وكمان الموديل. هنضغط جنريت ونستنى الصورة بتاعتنا. النتيجة زي ما انت شايف كواليتي ونفس كل حاجة كنت عاوزها من غير اي علامة مائية. تعال نجرب الفيديو. هنخش نكتب له نفس البرومت اللي احنا خدناه، ونفس الكلام لو عايز تغير المقاس بتاعك بالعرض او بالطول وتختار اللي انت عاوزه ونتك جنريت. وادي النتيجة ايه زي ما انتوا شايفين. قهوتك، طاقتك، انطلق، ابدأ يومك صح مع الجيل الجديد من القهوة. طب في حد هيسألني ان انا لازم اسجل ولا لا؟ التسجيل هيساعدك في ايه؟ انك لو سجلت كل الداتا القديمة اللي انت عملتها هتبقى محفوظة عندك. يعني انا لو عملت ريفرش دلوقتي كل حاجة هتتمسح، فدي بس مشكلة اللوجن. ولو عاوز مواقع وادوات جامدة زي دي واكمل في السلسلة، اكتب لي في الكومنتس. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل جديد.